التدهور اللي بيحصل عندنا، بالاضافه ان هو خايف من رد فعل المستثمر الزميل المصري اللي شايف مصانع عماله تقفل او بيعمل مفيش توسعات. بالعكس، احنا لما كنا بنعمل توسعات فكان كثيرا من المستثمرين الاجانب بيجوا يشتركوا فيها. يعني في عندنا اتنين، واحد بيجي يستثمر لنفسه، وواحد بيجي يستثمر بشريك محلي. فدي وقفت ودي وقفت نتيجه الوضع او الظروف اللي احنا فيها. وانا بايد طبعا حضرتك اللي انت قلته بالظبط، المقوله ان مفيش محدش هيجي مستثمر اجنبي. اجنبي هيجي غير مستثمر محلي. اكيد. استاذ مصباح أصبو، انت مستشار اقتصادي وخبير اقتصادي كبير، قول لنا بقى رؤيه كده للوضع، وبخاصه الاسبوع الماضي مؤسسه موديز للتصنيف الائتماني خفضت من بي 2 الى بي 3. طبعا انا بحيي حضرتك على انك بتركز على الاقتصاد في وقت يعني ايه يكاد يكون غايب عن اجنده كل الاطراف للاسف الشديد. لكن ده ما يمنعش ان احنا نقول انه اساس المشاكل الاقتصاديه هو ايضا سياسي. الاداره السيئه للمجلس العسكري والاداره الاسوأ للرئيس مرسي وجماعه الاخوان المسلمين قادت بالتاكيد الى الوضع اللي احنا فيه. وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول انه الميادين جاءت نتيجة الأزمة السياسية ثم أدت هي نفسها إلى أزمة اقتصادية، والأزمة الاقتصادية تؤدي إلى مزيد من الاحتجاج في الميادين، فوصلنا إلى المعادلة الصعبة اللي احنا موجودين فيها الآن. التصنيف الائتماني خلافا حتى لفترات سابقة كان تصنيف مصر يعلو أو يرتفع فيها، كان نقطة التركيز فيه في دي ثالث مرة يتأكد على أنه التوتر السياسي والانقسام الموجود في المجتمع هو السبب الرئيسي وراء خفض تصنيف مصر. أنا أعلم أن بعض الأطراف يعني ويمكن يكون منهم ناس زي كده يساريين دايما يتهموا مؤسسات التصنيف الدولية أن عندها قدر من التحيز، وهذا صحيح، لكن في حدود الحقيقة. ما اقدرش أقول أن احنا حلوين وهو يعني خفضنا تعسفا. قد تكون هذه المؤسسات بتضغط حتى تسارع مصر إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي والاتفاق معه، قد يكون ذلك، لكن بالأمانة التصنيف برضه في موضوعه، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. الشركات التصنيف الدولية همها عينها وعبادتها زي ما بيقولوا على قدرة البلد على سداد التزاماته الخارجية. احنا دلوقتي بنقول انه الاحتياطي من النقد الاجنبي في مصر 13.6 مليار دولار. في واقع الامر احنا بنخدع نفسنا شويه، لانه شركات النفط العالميه العامله في مصر شركات امريكيه وماليزيه وبريطانيه وايطاليه الى اخره لها 9 مليار دولار. لو شطبناهم من 13 ويعني ايه 6 ده مقوله جديده، يعني احنا بنتكلم بالتأكيد كده وضع بالغ يعني الحرج دي الحقيقة. دي ودائع يعني داخل البنوك، مش ودائع، مستحقات. انت عارف الشريك الاجنبي حضرتك بياخد تقريبا نقول 50% 50%. احنا بنشتري اللي هي ال 50% بتاعته، ونقول له طب الى حين ميسره، الى حين ميسره، الى حين ميسره. لما كان الاحتياطي بايام مبارك، هم كان لهم مبارك رحل وكان المبلغ ده كان حوالي 5 مليار، كانوا مطمنين شويه لانه كان الاحتياطي بتاع مصر كبير. الان مع انخفاض الشديد في الاحتياط مفزوعين، وليست صدفه، وانا اظن انه عمل يعني ماكر وذكي من عم موسى، انه في المبادره اللي طرحها دعا الدول التي لها شركات بتقول ودعا شركات الطاقه تبقى موجوده عشان يبقوا طرف في المناقشات مع في موضوع المؤتمر الاقتصادي العالمي. نعم، لهم مصلحه لانهم مهتمين جدا، طبعا مرعوبين من ضياع هذا المبلغ. فاقصد اقول التصنيف الائتماني اللي احنا خدناه بلا جدال ايا ما كان هوى شركات نحن نستحقه، ويجب ان نلتفت ان دي مساله مهمه، لان هناك في مصر من لا يزال احيانا يعني ايه يقلل من شان القصه او يتحدث عن في المطلق انه مصر زاخره بالامكانيات. ماشي يا سيدي، الوضع الراهن شديد الخطوره وشديد التازم، وما لم نتنبه جميعا حكومه ومعارضه الى اهميه ايجاد مخارج، فاحنا فعلا هيحدث ارتطام شديد كانه كوكب كده مجره سقطت على الارض وقعت. الكوكب المصري هيرتطم. يعني انا هاخد برضو نظريات التامليه اللي حضرتك ابتديت بيها برضو. هل صندوق النقد الدولي زي ما هو قال ان هو ما بيفرضش شرط اقتصادي، الاصلاح الاقتصادي على مصر، هي عاوزه اي طريقه للاصلاح يرضاها اطياف المجتمع، ولا ده برضو كلام لا بالصحيح، وانا بتكلم والله بمنتهى الموضوعيه، ويعني وبرضه دايما افصح عن نفسي عشان الناس تاخد كلامي في اطاره. انا راجل بنتمي لليسار، وطبعا لا يمكن اكون مع الاخوان المسلمين، لكن في كل الحالات صندوق النقد الدولي عادة كان غباؤه اللي ارتكبه على مدار ما قبل الأزمة الآسيوية سنة 97 إنه بيحط شروطه بقصر النظر، يعني عايز من أول لحظة تبدأ تنفذ اللي هو عايزه، إصلاح اقتصادي وفرض أعباء جديدة وهكذا. أيوة بالذات في مسألة الإصلاح ضريبي وإعادة هيكلة وتحرير الأسعار، أسعار الطاقة، وتغيير الحزم بتاع الدعم الموجودة في الدول، وتغيير سعر الصرف وكذا، وده برضه بيفرضوا علينا. هو تنبأ من أول لحظة، كانت الناس بتهيج ضد الكلام ده. هو بذكاء المرة دي وقبل كده بشوية بدأ يفكر، يقول لك ياد خليك لئيم في المدى القصير اللي طرحه علينا ممكن يبقى مش صعب،
ممكن يعدي، وده دار حواليه حوار، وانا كنت يعني شاركت فيه مره في وزاره الماليه ومره عند الدكتور احمد جلال في المنتدى الاقتصادي، وقلت لهم المشكله المدى القصير ممكن فعلا الصندوق يقبل اللي احنا عايزينه، بس عينه وعبادته على المدى الطويل، يعني يعيد هيكله اقتصاد الدوله بحيث بعد 10 سنوات من الان يبقى وضعه حاجه تانية، يبقى المساحه المفتوحه فيه للبزنس الخاص والبزنس الاجنبي ضخمه جدا، بس على ما تيجي اللحظه دي يكون المجتمع خلاص فقد القدره على انه يقاوم ده. بالظبط. لكن في المدى القصير تعدي علينا، انت عارف زي شكه الدبوس، حاجات بسيطه نقول يلا تمشي. فانا بنبه دايما سواء صناع القرار او المواطنين نفسهم، ما يجب ان نركز عليه في الكلام مع صندوق النقد الدولي هو ايه اللي هيحصل على المدى الطويل. كلنا يذكر ان احنا اتفقنا مع صندوق النقد الدولي سنه 90 وبدا يعني ايه ما بدا بعديها انه في انطلاق اقتصادي الى ان حصلت الثوره. ليه؟ لانه هو فتح مساحه للبزنس بما فيها البيزنس الطفيلي، بما اخلى بالتوازنات الموجوده ما بين الملكيه العامه طب والملكية احنا الخاصة. استاذنك، احنا